السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة اليوم ال 12 من عند الكتاكيت البيضة والساسة. النهاردة ان شاء الله هحط لهم تحصينة. بس قبل اي حاجة حابة اتكلم معاكم في شوية حاجات. علشان تاخدي فرخة نظيفة، يعني بالعربي كده فرخة سوبر، يعني فرخة كويسة وبوزن ممتاز. لا، لازم تعملي الحاجات دي. اولا لازم يكون في التهوية جيدة. تاني حاجة لازم يكون الفرشة نظيفة، بمعنى ان ما يكونش فيه بلل تحت الفراخ. ولو في بلل، يا بنرش طبقة جير مطفي وعليها طبقة نشارة، يا اما بنشيل مكان البلل ده خالص. بنشيله وبننضف مكانه وبنحط مكانه طبقة جير مطفي وطبقة نشارة، يا اما بنشيل الفرشة كلها. المهم ان تكون السبلة تحت الفراخ نظيفة، وما تكونش تعمل ريحة علشان ما تأذيه، ما تجيب لهمش برد وتتعب عينيه. دي حاجة. الحاجة التانية الإضاءة. تالت حاجة الإضاءة. ورابع حاجة بقى العلف. لازم العلف يكون علف سوبر، مش علف شعبي. دي الحاجات اللي لازم تعمليها عشان تاخدي فرخة بوزن نضيف، بوزن حلو، والدورة بتاعتك تعدي بسلام. في حاجة كمان، مش لازم ما نحطش العلف والمية ونطلع نجري. لا، لازم نقعد مع الكتاكيت او الفراخ شوية. نقعد معاهم نراقبهم، نشوف دي مش بتاكل ليه، دي نايمة، دي كشة كده. يعني لازم نراقبهم ونعرف مين، يعني هم كويسين ولا مش كويسين. تمام. ان شاء الله النهاردة هحط جرعة كوكسيديا لمدة 12 ساعة، لان انا النهاردة اليوم ال 12. في ناس بتنزل من اليوم العاشر، وفي ناس بتنزل من اليوم ال 12. السقاية دي فيها 2 لتر مية. حط عليهم 2 سنتي تحصينة كوكسيديا لمدة 12 ساعة، وال 12 ساعة التانيين 2 سنتي على 2 لتر جرعة كوليستيريديا لمدة كام؟ لمدة 3 أيام. الدورة دي ما شاء الله، الفراخ دي ما شاء الله يومهم بيومين. ليه؟ لأن بيرجع ده كله للاهتمام والعناية بهم. دي حاجة. انت هتشوفوا دلوقتي في نهاية الفيديو انا شايلة فرخ بوريهولكم. الفرخة ما شاء الله، يعني انا ما وزنتش، بس هو يجي بتاع نص كيلو في 12 يوم. فده وزن جميل جدا وحلو، حاجة ممتازة يعني من الاخر. عايزة منكم بقى تدعموني، تشتركوا في القناة، واللي مشتركش يشترك ويفعل زر الجرس. واللي لسه داخل وبيشوف الفيديو، او الفرخة اللي لسه داخل وبيشوف الفيديو، دي دورة كتاكيت ساسو ابيض بادئة من 12 يوم. اللي حابب يشوف بقى يرجع للفيديوهات التانية ويمشي معانا يوم بيوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.